مساءكم يا رجال. دين المواقف ثقيل، دين الفلوس ترجع للفلوس فلوس، لكن دين المواقف ثقيل. معي لكم اليوم قصة من العيار الثقيل حصلت لي قبل 3 سنوات مع ولد جاهل صغير عاده، والله العظيم من عاده جاهل، لكن اقسم بالله يفعله انها افعال رجاجيل كبار، رجاجيل حمران عيون. هذا من تعز، سلام الله على تعز واهل تعز. هذا الولد يا طوالي الاعمار حصلت معي قصة، بس كيف اقول لكم، بدي بختصرها لكم، بحاول اني اختصرها لكم. وقد هو ترند بدل التفاح حق زعد، الان معي ترند احمد، اسمه احمد. هذا الولد جاي من عدن انا وجهالي قبل 3 سنوات، اتعطلت عليه السياره في طلعة القباطي وعقبة القباطي يسموها، قالوا بسبب البترول انه قليل، كان جيبي 0 من الفلوس. جزع كل ما وقف راعي شاص، راعي هيلوكس، راعي سوالين، وقفت ما حد وقف لي، وما ينلاموا احيانا لان الوضع ما يسمح، لكن احيانا قدك تضطر يا اخي لا به توقف، تعين ويش العلم والخبر وربك كريم يهيئ. المهم ما حد رضي يوقف لي. جزع الولد هذا على متر، قلت ايش يفعل لي راعي المتر هذا يقول لي اي خدمات، كان معه راكب. قلت يا اخي مقطعين من البنزين، قال خلاص بوصل الراكب وبرجع لك. قلت الرجال مشاها ساقها علي، طرح الراكب الله 5 دقائق ونهيهم رجع. قال كم تبغى بترول؟ قلت كم مديت، يعني ما انا شي مأمل فيه. الرجال الله ونقد صار ودي لي 20 لتر. قلت له ماشي معي زلط. قال يا رجال الله المستعان، معك عائله تصل البيت والدنيا بخير وبيدي لك الله وخلصتني. قلت بيض وجهك. طلعنا العقبه يا رجال قلبت تشتغل، قالوا بسبب البلاكات، واحد منهم خربان، وانا قد شليت رقمه. قلت يا احمد العلم 1 2 3، هالك تلفوني سرهنه، طبعا هو في حدود الشرعيه وبا يدخل لا حدود الحوثه، يرهن الجوال مسافه لا قريه القباطي هذا ومدينه القباطي، واموره خاربه. شل التلفون مني ويصير على حسابه مسافه ساعه يمكن. طرح التلفون عند راعي البضاعه وجاب لي القطعه ذه ورجع. وصل عندي ركبتها وروح بيتهم. قلت له العفو منك ازعجتك، روح. صرت شغل، طلعت السياره لا نص العقبها قالوا البلاك الثاني خارب هذاك. قلت خيرة الله، الامور خاربه. واحمد استحيت اني ادق عليه، قد اموره خاربه وانا ماشي في يدي. دورت وقلت بأستحكم لحكم الله، والله جلست عندي هنا جامع، جنبت عند هنا جامع، عيالي تزقلوا في السياره رقدوا ومكاني لا ما فذت عين الشمس. قمت الصباح دقيت على احمد، وين انت؟ قلت عادني في السوق. قال جايك. وصل عندي قلت العلم 1 2 3، قال احتزم بشتغل شويه لا ما تدبر حق هذا وباسير اديه لك. اشتغل علشان ابو ملاك، هو ما يعرفني ولا اعرفه، ضبط اموره وسرح ويدي للقطعه الثانيه وركبتها، شغلت الموتر الا وانه سابر. فكتبت اسمه في تلفوني، عين وش كتبت اسمه في تلفوني، وين جاء؟ يا رب يجي يوم ورد له الجميل. الآن اتصل بي أمس إنه يدور عمل، قلت له اطلع، وطلع. والآن بلتقي معه أول مرة قبل 3 سنوات، من قبل 3 سنوات، والله الذي لا يحلف الله به ما أنسى هذا الموقف لا ما أموت. ألو يا أحمد وينك؟ في المحمول. يلا جايك الآن يا أحمد. من برويكم إياه الآن بلتقي معه. رد الجميل اسلاف، اي والله ان رد الجميل اسلاف، رد الجميل اسلاف، ويتعب على رد الوفا، ما تجي من الهافي. رد الجميل اسلاف يا رجال، رد الجميل اسلاف. رد الجميل اسلاف ويتعب على رد الوفا. احمد قال انه منتظرني في هذا البقعه، ما تجي من العراف، وفوات بقعه ما تجي من الهافي. هذا هو والله. حبيبي يا احمد، خل بنزل سلم عليك، حرام لا نزلت. تنوف اول مقدر الزوج نواف تخليه بين العجله تاخذ المسعاف. هذا العزيز الغالي، هذا الاخ الذي لم تلده امي. حي، كيف انت احمد؟ وكيف حالك؟ صدق ما عاد عرفتك، كبرت يا ولد ما شاء الله.
هذا اقسم بالله العظيم صغير سن، لكن يشهد الله يا فعله اني ما انساه لا ما اموت، ما انساه، ولكن علي الطلاق يا احمد، الا لا رديت لك الجميل من اليوم لا يوم يبعثون، ولا يفرق بيني وبينك الا الموت. اطلع. اهلا وسهلا بك ملان الدنيا. الحمد لله على السلامة يا حمود. حيا وسهلا، حيا وسهلا. هانا انت واهل تعز كلها ابوهم، هانا انت واهل تعز كلها. عز من جانا عليه الحرام انه عز من جاني. شفت قصته يا عولقي ولا لا؟ وش قصته هذا؟ حياتك مكاوية. انت ما قد شفت قصته في اليوم؟ ارسلك لي فيديو. رسلت مقطع فيديو. لا قد هذا الولد الجمل بني قبل 3 سنوات انا في القبيطة، جزع ودمعتي على خدي انا وعيالي. ما معي ريال بيجي. جزع قال وش يلزمك؟ كنت السيارة ما عندي بتروح، قال احتزم جركن بتروح 20 لتر وتخرب السيارة. قال هيا الطلعة عندي بيتي، قلت لا والله لا بنسينا، ونسينا بالله. واليوم الثاني يجي يشتغل على الموتر لا ظهر، ويجي يديها لابو ملاك يساعدني بها. اليوم جاء رد الجميل، بس حرام وطلاق، لو اني رده له من اليوم لا ما اموت ما اقدر رده. لا الجميل إن حرام طلقنا مثل القبيضة كامل. احتزم الرد الحلال، الرد الجمل التعز كامل مع الخراج. هانا يا التعز. اقسم بالله منسى جميله لا ما اموت. شوف ما هو له والرس هذا لك كامل. كفو والله انك محزن مليان ونعم. رحبت عداد خطاك، عداد من القبيطة لهنا. أهلا وسهلا بك. عز من جانا وعز من زارنا. المهم يا رجال لا تلوموني، أي واحد له في موقفي هذا اقسم بمن رفع السماء، لأن بعض الناس بيقولوا زيت الكلام زيت، لا والله الذي لا يحلف إلا بأنه قليل في حقه. الرجال سوى موقف دي تسوي حمران العيون، سوى موقف وعاد عمره كان يمكن 11 سنة أو 13 سنة هو بهذا السن. بس احنا نشتي ترندات لمثل هذا النوع، نشجع أصحاب المواقف، لأن الجميل صعب. الفلوس ما هي صعبة، لا تسلفني اليوم مليون بكرة بارد لك المليون، لكن انت جبت لي المليون مثلا، جبت لي مليون وأنا مزنوق ومحتاج له في أمس الحاجة له، أنا رجعت لك فلوسك وأنت ما أنت محتاج لها، أمورك طيبة، فمعناته أنك حملتني الجميل، بقي عندي الجميل. وهذا الولد صح أنها ذاك اليوم تقريبا 100 ريال سعودي يا أحمد، صح 100 ريال سعودي، أنا رجعتها له، وصلت رجعتها له اليوم الثاني. لكن وش بقي جميله أقسم بمن خلق السماء بلا عمد إن من هذاك اليوم لليوم. وأنا كل ساعة أذكر هذا الولد أقول يا رب يا رب يجي يوم ورد الجميل لهذاك الولد. و3 سنوات مقطوع بيني أنا وياه التواصل. اللهم قبل فترة السلام عليكم وعليكم السلام، بس أخبارك يا أحمد أنت بخير؟ قلت إن شاء الله يجي يوم بعد الشهر، بعد ما طلعت من الشهر قلت إن شاء الله يجي يوم ويجزع لا تعز ويجزع على هذا الولد رد له الجميل، ولكن الحمد لله ربي يجملني ولا بقدر رد له الجميل لو سويه مهما سويه، لأنه راعي الأول.